سلام سلام حبوباتي، توحشتكم. رجعتكم بوصفة بنينة وهايلة، صينية نتاع الباتيسري نحضروها في الدار بمكونات غير في المنزل نتاعنا، تجي بنينة ونحمرو بها وجوهنا ونقدموها للعائلة كامل. بسم الله على بركة الله. ونبداو في الوصفة وما ننساوش الصلاة على نبينا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. ونبداو في الوصفة نتاعنا. هنا انا درت بيضه واحده، 4 معلقة سكر، 4 معلقة زيت، ونجيب 4 معلقة حليب، لكن ما نضيفهمش انا السر في الوصفه نتاعنا باش تجينا لاباط بنينه وتجينا هشيشه وتجينا كيما اللي نشريوها من برا نتاع الباتيسري. هنا الصنيوه نتاع الباتيسري نتاعنا ما تستهلكش المكونات بزاف، وتجينا حاجه شابه وبنينه ورائعه. نخلطه جيدا. نجيبو هنا معلقة صغيرة نتاع الخميرة نتاع الحلوة، يعني 5 غرامات نتاع الخمارة. تقول لي علاش ما خليتهاش مع الفرينة؟ ما نخليهاش مع الفرينة هي والحليب نخليهم هما الاخر. هنا نجيب نسكوي، ولا عندك كاكاو ديري كاكاو، واللي عندك ديريه. هنا انا نحب النسكوي ويجيني بنين، وحتى لاباط بيه تجي يطلق ريحه شابه وهو مخدوم حتى بالقمح. هنا درت 3 معلقة صار، يعني معلقة ونص كبار، معلقة ونص البنات. هنا نخلط كيما راكم تشوفوا. كيما ديريش الحليب في الاول الخليط يجينا متماسك، لكن كي ندير الفرينه ونزيد الحليب فوقها يطيح عندنا خليط ما شاء الله. والفرينه نتيا وعينيك، الا شتي الفرينه نتاعك تجرى زيدي الفرينه، ولا شتي هو يكون خليط متماسك وجيد. نجيبو الصنيوه نتاعنا وندهنوها بالزبده ونزيدو لها الفرينه باش ما تلصقناش. وهنا انا عندي هاد الصينيه شريتها ما غاليه، شريتها غير 20 ميل. البنات وصدقت لي تبارك الله، خرجت ما شاء الله. ندير فيها كلش وما تلصقليش. انا الكميه تبان قليله، لكن هي هذا هو اللي نسحقوا عليه. وشوفوا القوام كاش يكون، ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف. وهنا ما تخافوش دوك بدات تطلع لنا، ونحطوها في الفرن تاعنا وتجي شابه بزاف. الفرن تاعنا نكونوا درناه على درجه 140، ونخليوها 15 دقيقه، ونجبدو نشوفوا لها لا طابت ولا لا. ما نخليوهاش اكثر لانها ماشي كميه كبيره نتاع المادلين نتاعنا. هنا الصنيوه نتاعنا نتاع الباتيسري نخليوها في الفرن طيب على خاطرها، وكي نجبدوها نخليوها نص ساعه تبرد. نبداو نمشيو لا شونتيي نتاعنا، نجيبو فنجال نتاع لا شونتيي ونزيدو نص كاس ماء بارد ثلج، ونبداو نخفقوه نخفقوه مليح حتى نحصلوا على كريمه جد جيده، ونحطوها تبرد في الفريجيدان. انا عندي هنا كريمه شريتها وجبتها نتاع الشيكولا باش نغلاصي اي حاجه نتاع باتيسري ولا. وانتي الا ما عندكش ما ديريهاش، انا كانت عندي وديرتها باش تجيني بنينه اكثر. وديرتها جبت 3 المعلقات وضربتهم بالميكسور مليح 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 حتى تحصلت عليه كريمه نتاع الكراميل، وتجي بنينه غاية الغاية. هو اللون نتاعها الاول، لكن لما خفقتها تشوفوا اللون كاش تحول مشي كولا كراميل، ويجي بنين بزاف بزاف بزاف. حطيتها وجبتها هي كما تشوفوها كاش تحمرت. وشحال طلعت لي؟ غير بنص معلقه، غير معلقه صغيره عفوا، مغرفه صغيره عفوا. وطلعت لي وجاتني شابه. ودير هاد الصنيوه حتى تقدري اختي ديريها مشروع وتبيع لك. كان قدامك قهاوي، قدامك لي بزاف، كاين بزاف اللي يحبوا يشريو. حتى لكن قدامك واحد يبيع الحلوى تقدر يشري لك وتبيع، يبيع لك هكا خير، ويكون عندك دخل نتاعك خاص بيك، وتقدري تعاوني به وليداتك ولا العائله نتاعك كاملين. وكما تشوفوا ما فيهاش كميه نتاع المكونات، غير حاجه بسيطه. انا دهنتها هنا بهاد الكريمه نتاعنا
ونزيد نجيب لا كريم شونتيي. وكنت كي جبت لا كريم شونتيي جبت شيكولا نتاع مينا وذوبتها وحطيتها، زدت معاها 2 معالق حليب ومعلقه صغيره نتاع الدهان وذوبتها غايه الغايه. وباش دير هذاك الخطط نتاع الملفاي بالشيكولا نتاعنا، ما تخافوش هنايا ما يطلع لكمش، ها هو في الاخير كاش يجي اللون نتاعها والخدمه نتاعها وتجي ما شاء الله تجي بنينه وحلوه. تقدري تيجي عندك الضياف وديريها ها هي في الاخر كاش جات تبارك الله. نتمنى منكم تسيوها وتردوا عليا. ان شاء الله المكون تاع تجبروهم في صندوق الوصف باذن الله. ان شاء الله راني رجعت لكم ورجعت بوصفات جيدة، وصفات شابة، يكونوا ان شاء الله خفاف عليكم. وان شاء الله هذه المره الوصفه نتاع الصينيه نتاع الباتيسري تكون فاتحه على القناه ديالي، وهي ان شاء الله اللي تفتح لي الطريق ونرجع للقناه ديالي ونعوض النهارات اللي فاتوا باذن الله، ونرد المشاهدين ديالي اللي كانوا اوفياء. وشكرا لكم ونخليكم في امان الله.